أعزائي المشاهدين في كل مكان، أنا بحييكم إن شاء الله تكونوا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم نحن جايين نسلط الضوء على يعني برنامج جميل، والحاجة اللي احنا عايزين نتكلم فيها يعني حاجة جميلة جدا جدا، ودي حاجة يعني فيها بركات، يعني بركاتها بركاتها كثيرة جدا جدا. نحن بنكتر كلامنا كثير ونحن ماشيين. بنشكر أختنا كمان، أختنا العزيزة علينا والغالية علينا، اللي هي أختنا دي أماد جوك، الممثلة الكوميدية الكبيرة، وهي يعني على راسنا. فحقيقة نحن بنحيي أختنا أماد جوك. أختنا أماد جوك يعني فاتت من داخل العاصمة إلى ولاية شمال بحر الغزال، أويل. وفي الولاية كمان طلعت حتى فاتت القرية هناك في المحافظة أويل شرقية، أول هي أوليس. وحقيقة نحن عايزين نشكرك أختنا أماد جوك. هذا العمل اللي أنت عملتيه، الشوية اللي أنت عملتيه ده ما حاجة بسيطة. ففي رؤية الناس، في ناس جاي يقولوا الحاجة اللي أنت عملتيه يا أماد جوك ده حاجة بسيطة. فأنا في رأيي أنا كرأيي كشخصي أو كرأي أي زول، الحاجة اللي أنت عملتيها يعني دي حاجات كان المنظمة بتكون مدعومة من كم دولة، من قريبا يعني نص العالم المنظمة دي مدعومة منها. هي بتقوم تطلع شنو، تعمل مضخة واحدة زي انت ما عملتي. وده يعني المنظمات بتنشروا في الميديا، بتنشروا في الجرائد. زمان لو كان ما في ميديا، لكن هسه حاليا في الميديا يعني بتلقى ناشرينها في الجرايد في الميديا وعاملين جوطة وقومة كأنهم عملوا مضخات. لكن نحن بنقول لك أمات جوك نعم، اللي انت الحاجة اللي عملتيها حاجة كبيرة جدا جدا، يعني ده ما حاجة صغيرة. فالحاجة اللي انت عملتيه ده زي المضخة بتاعت الموية اللي انت عملتيها في القرية اللي انت موجودة فيها، او في المدينة اللي انت موجودة فيها، ده حاجة كبيرة جدا جدا. حتى اي زول كائن موجود في الدنيا ده، حتى الحيوانات، حتى الانسان، كل الانسان طبعا بدون موية ما بيعيش، وبدون اي بدون موية الحيوانات برضه بدون موية ما حيعيشوا. فأنتِ يعني زرعتِ حياة جديدة لكل المجتمع اللي أنتِ من حولِك، في مكان أنتِ الموجودة فيها، في القرية اللي أنتِ الموجودة فيها. يعني زرعتِ ذرة حياة جديدة لكل إنسان موجود معكِ في هذا القرية. فحقيقةً نحن من هنا بنقول لِكِ ألف مبروك لهذا العمل الرائع. فنحن بنقول لِك يا أختنا أمات جوك، أمشي لقدام وأعملي حاجات أكتر من كده. فالخطايا اللي أنتِ عملتيها، كان أنتِ في خطايات أو في خطأ أنتِ عملتيه في حياتِك، أكيد حيكون يعني حيكون معفي من يوم هذا اليوم اللي أنتِ عملتيه في افتتاح هذا المكان بتاعة الموية أو الماسورة بتاعة الموية، لأنه أنتِ عملتِ يعني حاجة مباركة. البركات اللي بتجيكِ من هذه الماسورة، أي زول بيجي بيشرب منها بيقول شكرًا لِكِ أمات جوك، وبعد داك حيقول شكرًا ربنا جاب لنا أختنا أمات جوك وتعمل لنا حاجة زي دي. الحاجات دي يعني دي حاجات مباركة. حتى الموية أنت إذا قاعد في أي مكان في الدنيا دي بدون موية ما حتعيش. يعني إحنا زمان وقت كنا في السودان الواحد، السودان الكبير، بنشيف في المدن السودانية كلها. يعني في أماكن حتى قبل ما السودان ده يخرب، في أماكن بتكون فيها سبيل. يعني أنت مشيت جوار الجامع بتلقى موية في المزيرة، يعني تلقى 5 زير 7 زير موجود، بيكون تشرب منه بمجانا، موية باردة موية حلوة. وتمشي أقرب حي أحياء الموجودة في داخل السودان زمان، أنت مشيت أي حي ما حتكون عطشان، لأنه أي حي بتلقى خاتي زول خاتي سبيل في خشم بابه، وكل زول المار والماشي بيجي يشرب منه، حتى الطيور حتى أي حاجة هي عطشانة حتشرب من المكان ده. فحقيقة نحن بنقول لك ألف مبروك أختنا أمات جوك، وأمشي لقدام وما تستمع لآراء الناس. يعني أنت أكيد الكلام ده أنا شايفه عامل ترند في السوشيال ميديا كلها، وفي ناس بينتقدوا بيقول هسه ده حاجة حاجة بتعمليه ده حاجة ما كويس، وأنت عملت لشنو وأنت سرقت وأنت عملت. حتى لو أنت سرقت ذاته أو قروشك دي جاية من مكان ما معروف، فحقيقة ربنا حيبارك فيه. حتى زول البسرق ده ذاته لو فات عمل حاجة بيحيي ناس، يعني عمل حاجة بيقوم بيزرع حياة جديدة، أكيد الخطايا بتاعه
حتتخلص، يعني ما حتكون موجودة، لأنه هو فات عمل حاجة كويسة، حتى الحاجة اللي هو عمله ده بيعمل بركات له. فحقيقة أنا بنقول لك مبروك، وإن شاء الله تعمل حاجات أكبر وأكبر من كده. وتحياتنا لك، ونحن نقول لك أختنا أمات جوك، ربنا يديك الصحة العافية في أي مكان أنت موجود فيه. فما تستمع لكلام الموجود في الميديا. أنتِ بتاعة الميديا وأنتِ موجودة في الميديا، طبعًا الحاجات اللي بتطلع من الميديا بتسمعيها من الميديا ما كلّها خير، يعني في حاجات بتيجي كعبة، وفي حاجات بتيجي بتفيدِك، يعني حاجات من صالحِك، في حاجات ما من صالحِك. فحقيقةً ما تشتغلي بالحاجات اللي في الميديا، اشتغلي بالحاجة اللي بتطلع من مخِّك، والحاجة اللي بتخلّيكِ أنتِ سعيدة وتخلّيكِ أنتِ فرحانة زي ما أنتِ هسه حاليًا فرحانة. حقيقةً بنشكرِك مع كل الteam اللي قام معاكِ في هذه المبادرة الطيبة لإزراع شبكة مياه، دي نقول عليها شبكة مياه، وده ماسورة المياه، يعني الحي الموجود فيه ده أكتر من 200 نسمة والّا 100 نسمة ده بيشربوا من الماسورة ده، وده حاجة كويسة جدًا، جدًا. زي ما قلنا لكم الحاجات دي كان نادرة، ما في زول بيعملها إلا كان المنظمات، فإذا في زول براو بيقوم بحاجة زي ده في داخل جمهورية جنوب السودان أو في ولاية شمال بحر الغزال، ودي حاجة يعني كبيرة جدًا، جدًا، بنقول لِك فيها ألف مبروك، ألف مبروك لِك، وإن شاء الله الحاجات زي دي تزيد في جنوب السودان، وكل زول لو عنده حاجة بسيطة لازم يعمل حاجة زي ما أختنا أمات جوك عملته. فتحياتنا ليكِ وشكرًا لِك، وجايين نقول لِك شكرًا، 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 شكرانين كتير لهذا العمل الرائع، للكلام الجميل اللي أنتِ عملتيه. الماسورة بتاعة المياه دي يعني دي حاجة حتى لو هي رخيصة، ولكن عند ربنا دي حاجة غالية جدًا، جدًا. وبنقول لِك تحياتنا لِك وشكرًا لِك، وربنا يديكِ الصحة والعافية وتكونوا بألف خير. كان معكم أخوكم أبيار دينج من داخل جوبا، تحياتنا لكم وكونوا بألف خير. السلام عليكم ورحمة الله.